وجاب المفتاح. بس الغريبة إن شريف ما كانش كل الوقت ده بيتكلم. شريف ساكت، سكوت غريب ويخوف. طلع حسام وجاب المفتاح وفتح الباب عشان نتفاجئ بمنظر قدامنا خلينا نتجمد مكاننا. لقينا عينين لونها أحمر في الضلمة، منورة وسط العتمة. جسمها طويل ونحيف بطريقة مش طبيعية، كأنها ظل بس متجسد. حسام زعق مرة واحدة وقال: ايه ده؟ وقبل ما حد فينا ما يتحرك بدأت العينين أو الكيان ده ينزل على السلم. رجله مش بتلمس الخشب، كأنه بيطفو فوقيه أو بيتزحلق على الهواء. كل خطوة كان بيخطوها صوته كان بيعلى أكتر. شريف زعق وقال: احنا لازم نهرب دلوقتي. حاولنا نفتح الباب بس كأن حاجة مسكاه من الناحية التانية، حاجة أقوى من أي قوة بشرية. بدأ حسام يخبط زي المجنون على الباب ويصرخ: افتح! بس للأسف ما كانش فيه أي حد بيسمع. بس قبل ما يكمل جملته مرة تانية كان الكيان ده وصل لحسام في أقرب نقطة ليه. شميت ريحة زي ما تكون ريحة موت، ريحة تعفن جثث. صوت كأنه بيهمس وبيقول لنا في ودننا: كنتوا مستنيين ايه؟ المكان ده مش ليكم. في اللحظة دي حسيت بجسمي كله بدأ يتجمد، كأن في قوة بتسحب روحي. شريف وقع على الأرض وبدأ يصرخ، وحسام كانت عينيه مقلوبة لفوق كأنه دخل في غيبوبة. وأنا حسيت بإيد باردة بتلمس رقبتي، ووشي كان على بعد سنتيمترات من الكيان ده. مش عارف جبت القوة دي منين، بس قدرت أصرخ بأعلى صوتي. وفجأة في نور قوي دخل من ناحية شمال.